لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. ايه علاقه بقى الاسد والغزاله؟ ركز معايا، سمي الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس علقت على ان الغزاله سريعه جدا، الاسد وهو بيجري وراها ممكن بجد ما يلحقهاش لو ما عملتش حاجه واحده بس. لو ما عملتش ايه؟ لو ما بصيتش وراها. كتر الالتفات وراها اللي بتخلي الاسد يمسكها، او اللي هيفترسها يمسكها، اسد بقى، نمر، اي ضب، اي بتنجان بيجري وراها، كتر الالتفات لورا هو اللي بيوقعها. اظن الرساله وصلت، ولكن انا عايز ايه؟ اهلا بيك في الواقع كده، سمي الله صلى الله عليه وسلم. فلو ركزت على اللي فاتك او اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. حطها جمله في مكانك، او حطها جمله في كتابك، حطها جمله قدامك. حتى دايما كنت بقول لحد من صحابي، كنت لسه بتكلم بيها دلوقتي والله من شويه، كان في حاجه جمله مأثره فيها من زمان قوي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ثانك يو نيكست. يعني ايه؟ يعني يا باشا ما تبصش على اللي فات منك، حاجه حصلت لك ثانك يو نيكست، شكرا اللي بعد، شكرا اللي بعد. تقفلت مثلا من صحاب او خذلوك ناس دلوقتي وبعدين، اقسم بربي نصايحي دلوقتي وبعدين، في مرحله معينه من حياتك خذلوك ناس او خذلوكي ناس، ماشي خلاص نيكست وبعدين. ليه يا باشا؟ ما انت هتقعد مصدوم في ناس، هتخاف تقرب من ناس تانيين، فممكن يكون ربنا باعت لك حاجه مستنياك تعوضك عن كل الصحاب اللي فاتوا، او شخص يعوضك عن كل الاشخاص اللي خذلوك، فانت ممكن ما تشوفوش اصلا عشان انت اتلسحت قبل كده فخفت انك مثلا ايه تثق في حد تاني. باشا انت حذر، ولكن يعني ايه؟ خد حذرك، ولكن برضه ما تبقاش عندك رهبه وخوف. ماشي، حاجه حصلت ضايقتك، تعب حصل لك، خلاص ماشي، مش بقيت كويس الحمد لله، او بتعافر الحمد لله، او عارف ان ربك اللي مبتليك ارحم بيك من امك. ربك ارحم بيك وبيا من امهاتنا، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ربنا رحيم بينا جدا. المهم يعني، فلو ابتلاني في حاجه معينه هو بيحبني خلاص، وانا بعافر خلاص، عافر، ولو خفيت شويه نكست، ما تعيش بقى في دراما انا الوحيد اللي مقصود ولا دايما مبتلى. اللي بعده ثانك يو نكست. لو احنا كلنا تكاتفنا عشان نخلي حضرتك احسن واحد في الحياه مش هنعرف، والله العظيم. ليه؟ لان انت مش هينفع تبقى احسن واحد في الحياه الا لما انت تقرر ان انت تبقى احسن واحد في الحياه. وهتقرر امتى؟ لما تبذل تضحيه تستاهل ده. معظم للاسف الطلبه هي طول الوقت بتحاول تدور على حلول تخليها ما تعملش التضحيه اللي هي عارفه كويس جدا ان هي لازم تبذلها، فطول الوقت عمال يسال ده ويروح على ده، حل يا جماعه، طب ويخش يصبر ضميره ويهدي ضميره كده عشان ما يأنبوش. طب امشي على جدول، طب امشي على خطه، طب اسال صاحبي، طب اجرب، طب ابدا من 1، طب ابدا من 2، طب ابدا الصبح، طب اذاكر بالليل، طب اذاكر المغرب، طب اذاكر العصر. كل ده هو عايز يمشي في اي طريق، ما هذا الطريق الوحيد اللي هو عارفه، ان انا لازم اتعب. ومهما تروح لاي واحد عشان يعرض عليك حل، الحل ان حضرتك ايه؟ هتذاكر. طب ما تحل لي الموضوع، ما انت هتذاكر. حله ان حضرتك هتتعب. الموضوع متعب، قلت لك الموضوع مقرف، ومش متعب بس، متعب. اي حاجه فيها ارهاق ذهني واي حاجه بتؤدي للنجاح هي حاجه متعبه، حاجه متعبه في الحياه. اتعب، هات اخرك الفتره الجايه دي يا شباب. والله العظيم اللي مش هيجيب اخره ويموت نفسه مش هيوصل لحاجه. حبيبي انت في سبق فيه 600,000، اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ هو مش احسن منك على فكره، هو بس عنده الاستمراريه، عنده اللي هو انا هوصل، يعني هوصل، مش اللي هو ذاكر 10 ساعات وتعب. لا يا حبيبي، انت بتذاكر في اليوم 15 ساعه، تنام وتصحى ده يوم جديد، خلاص خلصت. ال10 ساعات دول كانوا امبارح، ماشي. تعب النهارده كله هو بتاع النهارده، بتاع بكره يوم جديد، انسى خلاص. وما تعدش على نفسك ساعات مذاكره وتعب، ما تخليش اصلا دماغك تقنعك ان انت كويس وتكون كويس فيك. اللي هو انا فحت نفسي في المذاكره 15 ساعه النهارده، فبكره بقى اريح واسمع ماتش ليفربول وماتش مانشستر سيتي والاهلي عنده ماتش اسمعه. والله يا عم لو خلصت اللي عليك في 5 ساعات خير وبركه، لكن خلص اللي عليك، ماشي. الفتره الجايه يا جماعه في ناس هتخلص اللي عليها اول باول، وهتبدا تراجع قبل المدرسين اصلا. ان الانسان دايما طول الوقت، اي انسان بيبقى مطلوب منه جهد جسدي خلاص. واي انسان عنده النفسيه بتاعته بتطلع فوق تنزل تحت، دي بتختلف من شخص للتاني. وممكن نفسيته تبقى حلوه جدا في يوم، اليوم اللي بعده نفسيته تحت في الحضيض. من اكتر الحاجات اللي في سنك انت ثالثه ثانوي بالتحديد، او الفتره دي بالتحديد، تخلي نفسيتك تحت ايه؟ بص، العلاقه ما بين الحاله النفسيه والجسديه علاقه عكسيه. كلما زاد المجهود الجسدي قل الاضطراب النفسي، وكلما قل المجهود الجسدي زاد الاضطراب النفسي. ازاي؟ معظم الطلبه المضطربه نفسيا، معظمهم طلبه ما بتعملش اللي عليها جسديا، يعني ما بيبذلش المطلوب منه، بيخاف على جسمه، خاف جدا على عقله يصدع، خاف جدا ظهره يوجعه، خاف جدا وهو قاعد عينيه تزغلل، خاف اول ما عينيه تزغلل يقول لك لا عينيه تزغلل، اول ما يحس بصداع وهو بيذاكر يقول لك لا انا صدعت، اول ما ظهره يوجعه يقول لك لا يا عم انا جبت اخري. فكل لما تريح نفسك جسديا عادي انت حر، هتضطرب نفسيا معايا. وكل لما تبذل مجهود جسدي، اليوم اللي بتعمل فيه اللي عليك انت بتحس ان ايه؟ انا مرتاح، عشان انت بذلت مجهود جسدي. فكل العلاقه هنا عكسيه. في النهايه انت المتحكم. انت فاكر ان انت على فكره انت بتحاسب على ده، مش ده حاجه مذمومه في الحياه وفي القران.
اصلا ده مش مطلوب منك ان انت تبقى جامد فيه. بالعكس، الاضطراب النفسي حاجه مضره في كل الاتجاهات. معايا؟ انت مطلوب منك وبتحاسب على ايه؟ على ده، المجهود ده. كل ما ده يعلى هنا بقى نبتدي ربنا يوفقنا. لكن ما حدش ربنا يوفقه عشان نفسيته مضطربه، او ما حدش بينجح عشان هو قلقان ومتوتر وعمال يفكر وعمال يحسبها وخايف. لا، مش حد بينجح كده. هو اللي بينجح اللي بيعمل ده.